وش عمرك فكرتي باللي السلسلة اللي في عنق جارتك أو الوجهة اللي جات لراجلك في كرشو أو حتى لايف في إنستغرام يقدروا يكونوا هما نهاية خيانة دامت سنين؟ اليوم جيتيكم ب5 ديال القصص حقيقية لعيالات مغربيات اللي ما بكاوش ومسحوش دموعهم بكلينيكس، ولكن مسحوا بكرامة الرجال الأرض ببرودة دم ما كاينش بحالها. من سلسلة الذهب لفضحات المستور حتى للزوجة اللي رجعت من الموت باش تاخد حقها. رخي ودنك مزيان وحلي غينيك، حيت القصة الخامسة غتخليك مصدومة وتفكري 1000 مرة قبل ما تيقوا في أي حد. يلا هنبداو. القصة 1: خيانة في علبة الذهب. فاطمة لقات فاكتورة ديال سلسلة ذهب غالية بزاف في جيب جاكيت ديال جمال. فرحات وسحب ليها غدي وليها في ذكرى زواجهم. ولكن نهار العيد لقات سلسلة في عنق بنت الجيران اللي كانت ديما كتدخل عندهم للدار. فاطمة ما غوتاتش، مشات لعند بنت الجيران وقالت ليها: في صحتك السلسلة، ولكن راه جمال مسكين غدرك قال لي بلي شراها بفلوس مسروقة من الشركة وخايف للبوليس يقلبوا عليها. البنت تخلعات وعطاتها ليها باش تخبيها. فاطمة مشات باعت الذهب وخدات بفلوسه عمرة لمها. جمال لقى راسو خاسر الفلوس وخاسر العشيقة اللي بقات كتعايرو بالشفار. وفاطمة صيفطات ليه ورق الطلاق وهي في مكة كتدعي عليه. القصة 2: عشاء السموم. ليلى ومراد. ليلى كانت كتقلب في التليفون ديال مراد ولقت باللي داير موعد مع وحدة في ريستورون شاك نهار الجمعة، وقايل ليها باللي ليلى مريضة نفسيا ومسدودة عليها في البيت. ليلى طيبات عشاء واعر في الدار ودارت فيه ملينات ديال الكرش مجهدة بزاف، وكلاتو المراد قبل ما يخرج وقالت ليه: بصحتك الخدمة حبيبي. مراد غير وصل للريستورون وجلس مع العشيقة، بدات الروينة في كرشو. مراد دوز ليلة كاملة في الطواليت ديال الريستورون قدام العشيقة اللي بقات كتشم الريحة وسمعات الفضيحة. العشيقة هربات ومراد رجع للدار، لقى ليلى بدلات السواري وجمعت ليه حوايجو في خناشي الزبل. القصة 3: فضيحة اللايف. سلمى وياسين. سلمى انفلونسور شكت في ياسين، ركبات كاميرا خفية في الصالون، لقاتو كيجيب صاحبته للدار وكيبقاو يضحكوا على سلمى وعلى المتابعين ديالها ويقولوا عليهم قاطع كيعطيونا الفلوس. سلمى خلاتهم حتى جالسوا وتلقات لايف في حسابها اللي فيه 1,000,000 متابع، ولكن بلا ما يحسوا الكاميرا كانت مخبية. المتابعين كلهم شافوا ياسين وهو كيخون وكيسب فيهم. ياسين تفرش قدام المغرب كامل، العائلة ديالو تبرات منه والشركات اللي كان كيدير لهم إشهار جراو عليه. سلمى طلعت لها المشاهدة وربحت قضية الضرر بمساعدة المتابعين اللي شهدوا معها. القصة 4: مقلب الفيزا. حنان وعزيز. حنان لقات باللي عزيز كيجمع الفلوس من ورا ظهرها وكيوجد وراق الفيزا باش يهرب لفرنسا لعنده وحدة تعرف عليها في الشات، وناوي يخلي حنان مع ولادها بلا ريال بلا جوج. حنان اللي كانت هي اللي كتجمع ليه الوراق بدلات ليه جواز سفر بواحد قديم ومقطع، وبدلات ليه حجز الفندق بواحد وهمي. نهار السفر عزيز وصل للمطار فرحان، ولكن البوليس وقفوه حيت الوراق فيهم التزوير. عزيز لقى راسو في التحقيق والفيزا ترفضات ليه للأبد. حنان هزت كاع الفلوس اللي كان مخبي، شرات بهم حانوت وبدات مشروعها وخلاته هو كيدور في المحاكم. القصة 5: صدمة الجنازة. زينب وإدريس. إدريس الملياردير كان كيخون زينب مع السكرتيرة ديالو وناوي يكتب ليها الفيلا باسمها. زينب عرفات الخطة من المحامي اللي دميرو صحة. زينب اتفقت مع طبيب ودارو تمثيلية باللي زينب ماتت فجأة. إدريس جاب العشيقة للدار في نفس ليلة العزاء وبداو كيحتفلوا بالخمر والنشاط. زينب كانت مخبية كاميرات ودايرة نقل مباشر لعائلته ولصحابه اللي كانوا كيعزيو في البيت الداخل. العائلة دخلوا عليه وهو ناشط مع العشيقة فوق فراش مراته الميتة. الصدمة خلات إدريس يفقد السيطرة، وزينب بعثت من جديد ورفعت عليه دعوى الفساد والغدر وخدت منه كل شيء بقوة القانون. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا وكيتسدوا الملفات ديال هاد ال5 ديال العيالات اللي بردوا لينا الغدايد. شفتوا باللي النية ديما كتغلب، وباللي المرأة المغربية إلا خدمات عقلها ما كاينش اللي يوقف قدامها.
دابا الدور عليكم انتوما. أما قصة من هاد الخمسة جاتكم هي الأوعر، واش سحر الملينات في الكرش ولا الفيزا اللي طارت في المطار؟ حكيوا لي آراءكم في التعليقات، وإذا عندكم شي قصة مشابهة وقعت لكم أو سمعتوا بها صيفطوها لي في الانستغرام اللي غتلقاوه في أول تعليق باش نعاودها في الفيديو الجاي. ما تنساوش ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو مع صحاباتكم النيات باش يفيقوا. تهلاو في راسكم وبالسلامة عليكم.